بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. تحياتي ليكم النهارده معاكم شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. هدفنا لا مؤاخذة يا جماعة، هدفنا تطوير الزراعة. النهارده معانا المهندس عبد الرحمن، شركة جو جرين. جو جرين، اذهب للخضرة، اذهب للجنة زي ما بيقولوا. ويعني ايه الماء والخضرة والوجه الحسن جنة الدنيا. تمام. معانا هنا المهندس عبد الرحمن شغال معانا في شركه جو جرين للسيمي بونيك. تمام، اهلا بك يا باشا، اهلا بك يا باشا. عرفنا بقى ايه ده؟ ده قصيص زراعة جو جرين حقيقة ذات الري. احنا هدفنا من القصيص هنا ان احنا بنجمع ما بين الزراعة المائية، فوائد الزراعة المائية وفوائد الزراعة في التربة، بحيث ان انا هنا ما بخليش المية تلمس التربة، وفي نفس الوقت ده عبارة عن كلوز لوب، دايرة مغلقة. هنا ليه معايا خزان وفي ترمبة مية بطلع المية، سواء انا عايز احط محاليل مغذية للنبات او الكلام ده كله، فانا الكميات المحاليل المغذية اللي انا هحطها للنبات مش هتبقى بنفس الكمية اللي انا هستخدمها في الزراعة المائية. تمام كده بوفر 60% من الخامات اللي انا بستخدمها في المحاليل. تمام. بالنسبة للتربة هنا، انا التربة هنا طبعا احنا لما بنيجي نسقي التربة من فوق بالميه، فانت بتغسلها من المواد الغذائيه اللي فيها والمكونات الغذائيه اللي فيها، وغير التبخر اللي بيحصل للميه. فانا لما انا دلوقتي بخلي التربه عن طريق الخاصيه الشعريه فتيل الامتصاص، وده هنوضحه هنا اهو. تمام كده معاك. هنا في فتيل امتصاص، ده بيمتص الميه من الحوض. ده حوض فيه 200 مللي ميه، بيمتص الميه بيطلعها للتربه. تمام. فكده انا حافظت على المكونات الغذائيه في التربه. يعني مثلا لو انا بسقي في الطبيعي تربه عاديه من فوق، فانا بضيع المكونات الغذائيه بتاعتها في اقل وقت ممكن في شهر، في اتنين، في 3 اشهر. لما هنا انا بحافظ اطول فتره ممكنه على المكونات الغذائيه اللي موجوده في التربه. شغالين بنظريه الضغط الاسموزي العكسي. بالظبط كده. وفي نفس الوقت انا لما بضيف محاليل مغذيه في الميه في الخزان عشان اغذي بيه السيستم كله، فده بيخلي لي التربه عباره عن خزنه. الله. يعني كأنها هي خزان للمحاليل الغذائية، وخزان ل... ل... يعني بتحافظ على المكونات الغذائية اللي المفروض توصل صح للجذور. تمام. ده طبعا بيقلل في معدل استهلاك المية لأن مفيش بخر. انا شايف هنا خزان احنا عاملينه ترومبه عاديه خالص، بترفع الميه لاعلى نقطه وبتنزل من اعلى نقطه على النباتات. قول لي ايه انواع النباتات اللي تصلح هنا؟ مثلا حاجات للبيت بقى زي الزعتر، الروزماري، البردقوش، المرمرية، النباتات الطبيه والعطريه جنرال. والاستيفيا اللي هي بديل السكر، والشاي الاخضر والشاي الازرق، والنعناع، الريحان الايطالي، الحاجات اللي دايما بنستخدمها يوميا في كابوتشي بقى، فراوله. كرنب سلطه احمر، كرنب سلطه ابيض، الفراوله، الخس، حاجات كتير. ممكن زرع البذور بقى زي الجرجير. احنا هنا كده كده اوريدي ادي خاص. تمام. احنا موجودين معاكم يا جماعه لغايه ما نعمم الفكره دي لكل ست في بيت مصر، لكل واحد عايز يعمل سيمي بونيك ويعمل انتاج كبير للفراوله، لكل وحدات اداريه عايزه تعمل فكره السيمي بونيك الصديق للبيئه، التطوير الذات للحصول على اجود انتاج. تمام كده. تمام. ده طبعا السيستم بيتيح لاي حد في البيت انه حتى لو هيسافر مثلا اسبوع بره، اسبوعين بره، الكلام ده كله هو مش محتاج يراعي السيستم. ليه؟ لان في ترومبه وفي تايمر. السيستم بيشتغل لوحده، بيشتغل اوتوماتيك. انا بظبطه والله ان هو يشتغل ربع ساعه ونص ساعه كل يوم. اللي هو ري طبعا الميه اصلا انا مش خايف من ان الميه تبقى بزياده. ليه؟ لان الصرف هنا بيرجع لي الميه تاني على نفس الحوض. تمام. واخد بال حضرتك؟ فانا مش قلقان احنا هنا خالص حاطينه من على الميه خشب. الزياده. ده غير ان خاصيه الامتصاص، التربه بتاخد ما يكفي من الميه. تمام. ما بتاخدش اكتر من حقها في الميه. تمام. ولا النبات بياخد اكتر من حقه. فانا كده مش خايف كمان من ان النبات بتاعي يموت من زياده الميه، لان خلاص كده انا اديته ما يكفيه فقط. والله يا باشمهندس انت عبقري. الله يخليك. الله يسلمك. بص احنا كده كده شغالين في تطوير الزراعه وتطوير الانتاج الحيواني. ان شاء الله. استاذنك تيجي على الهواء مباشر تشرح للناس الدنيا دي كلها. باذن الله. باذن الله. موافق؟ موافق يا هندسه. أذيع. زي يا هندسه. تحياتي ليكم مع تحيات شركه الشرق الاوسط.
بالتعاون مع شركه جو جرين في الفتره اللي جايه. طور نفسك، ازرع في بيتك، ازرع في مكتبك، ازرع في وحدتك، ازرع في كل حته، ازرع فوق سطحك، ازرع في بلكونتك، وكل نظيف ووفر فلوس. مع تحيات شركه الشرق الاوسط وتحيات المهندس عبد الرحمن شركه جو جرين. تحياتي ليكم النهارده لتوثيق التاريخ، النهارده 29/11/2022. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.